حلقة اليوم من برنامج بدون ستار سأخصصها للجمع العام المقبل للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم 13 أبريل. أخطر ما وصلني واستغربت إلى درجة الصدمة هو أن الجمع العام غادي يكون فيه نقطة واحدة للنقاش، هي انتخاب رئيس ومكتب جامعي جديدين، وما غيكونش فيه نهائيا مناقشة أي تقرير لا أدبي ولا مالي. شنو هي المبررات ديالهم؟ المبررات ديالهم هو أن التقرير الأدبي والمالي تناقش في الجمع العام ديال 10 نوفمبر. المبرر الثاني هو أن السي عبد الله غلام أنه قبل باش يرجع يسير الجامعة على أساس أنه ما يتحاسب لا على التقرير الأدبي ولا على التقرير المالي، خاصة في المرحلة اللي تحمل فيها المسؤولية بالتفويض. ولكن السؤال اللي مطروح، راه التقرير الادبي والمالي اللي كان في العهد ديال علي الفلسفي واللي تناقشنا 10 نوفمبر واللي تصادق عليه من طرف المجموعه ديال المنافقين راه ما كانش فيه سنه 2013. دونك هذا 2013 بتقريرها المالي والادبي شكون اللي غيناقشها؟ فوقاش غتناقش؟ راه خطير هذا الشيء، راه غتكون سابقه في تاريخ الجموع العامه في العالم ان جمع عام كيناقش فقط كيدير فقط الانتخاب ديال الرئيس وديال المكتب الجامعي. نشوفوا التجربه ديال مصر اللي عايشه واحد الوضع ماشي بحال الوضع ديال المغرب الحمد لله، اللي فيه الاستقرار وفيه الطمأنينة وفيه الحوار وفيه الجدل وفيه العراق. شوف كيفاش كانت الجموع العامة ديالها، النقاش الفكري والمقارعة الفكرية في التقارير الأدبية والمالية والانتخابات بكل شفافية وبصناديق الاقتراع. شوفوا التجربة ديال تونس، هي أقل منا لأن احنا المغرب دولة كبيرة جدا. شوف كيفاش دارت الديمقراطية وكيفاش ناقشت ووقفت على التجربة. لذلك أطلب من المسيرين المغاربة من كل الفعاليات المغربية في النهار ديال الجمع العام الاحتكام إلى الضمير، استحضار المصلحة العامة ديال البلاد، وأيضا استحضار التحول العميق اللي فيه الدولة المغربية سواء بالإرادة الرسمية أو بالإرادة الشعبية، وتحاسبوا على التجربة بكاملها، لأن التجربة ديال 10 نوفمبر ألغيت بتقريرها الأدبي وبتقريرها المالي وبانتخاباتها، ما يكذب علينا حتى شي واحد، ألغيت من طرف الفيفا. لذلك فهي خصها تدخل للحساب وتدخل للنقاش وتدخل للتصويت وتدخل وأيضا توجوا جمعكم يوم 13 أبريل، توجوه بالالتزام بصندوق الاقتراع، وبغينا نشوفوا فيه الأصوات من مع ومن ضد ومن امتنع عن التصويت. تفاعلوا معنا أيها الشركاء الفكريين في هذا الحوار، في هذا النقاش الذي يهم مال البلد والذي يهم تجربة بكاملها للبلد، على موقعنا لكات.ma، وشكرا لكم.